ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض حليب او لبن جوز الهند، وهو طبعا فوائده كتير زي ما احنا عارفين. كمان هو بره بيتباع غالي، تقدروا بقى تعملوه باقل من نص التكلفة في البيت. وتعالوا بقى اقول لكم عشان نعمل لبن جوز الهند هنحتاج ايه. هنحتاج 1.5 كوباية من جوز الهند المبشور، وهنحط ضعفهم مية، يعني هنحط 3 كوبايات مية مغلية عليهم. تقدروا تضاعفوا المقدار او كمان تقسموا المقدار. بس اهم حاجة ان احنا عرفنا ان القاعدة ان المية بتبقى ضعف جوز الهند. هنا حطينا 1.5 كوباية جوز هند مبشور في الخلاط، وهنحط عليه 3 كوبايات من الكاتل مية مغلية جدا. وبعدين هنغطي عليه الخلاط ونسيبه 5 دقايق، ونرجع تاني نضربهم مع بعض بحيث يكون جوز الهند يعني باش كده شوية. انا هنا طبعا كان عدى 5 دقايق وضربتهم ضرب كويس جدا بالخلاط. وهبدأ ان انا احط مصفى تحتها بولة او اي طبق عندكم، بس يا ريت اهم حاجه ما يكونش طبق بلاستيك عشان ما يسحش من حراره لبن جوز الهند. هنبدا كده بقى ان احنا نصفي، نحط شويه بشويه ونتكه كده عليه او نضغط عليه بمعلقه او بسباتولا زي ما انا بعمل كده بالظبط، بحيث كميه اللبن كلها تنزل. وبعد ما نخلص الكميه كلها تقدري تتخلصي من بشر جوز الهند بان انتي ترميه، او كمان تقدري ان انتي تنشفيه وبعد كده بقى تحطيه في اي اكله او في اي حلويات عندك. دي حاجه بقى ترجعلك، ترميه تخليه براحتك، بس هو عامه عادي ينفع ان هو يتنشف، وبعدين بعد كده نقدر بقى نستخدمه في اي اكله، مفيش اي مشكله خالص. هنصفي بقى الكمية كلها، وده بقى شكله بعد ما نخلص كمية لبن جوز الهند كلها. بعد ما يتصفى بيبقى بالشكل ده اكنه لبن طبيعي، لونه بالظبط وكل حاجة. تقدروا كمان بقى زي ما بقول لكم تضاعفوا الكمية وتخزنوه بالشكل اللي انتوا عايزينه. بس انا عايزه اقول لكم ان يا ريت كده تعملوا كمية صغيرة بكمية صغيرة، لانه اقصى مدة ممكن يقعدها في التلاجة هي من 4 ل5 ايام. طبعا هنا بقى بعد ما حطيته في كوباية عشان تشوفوا شكله حلو جدا ازاي. طبعا لبن جوز الهند مفيد جدا جدا فوق ما تتخيلوا. تقدروا كمان تعملوا بحث على فوائد لبن جوز الهند، فلبن جوز الهند ليه فوائد كتيرة جدا. وده مش لناس الصايمة بس، لا ده كمان لأي حد يقدر يشرب لبن جوز الهند، مفيش أي مشكلة خالص، خاصة الناس اللي بتتحسس أو عندها حساسية من اللبن العادي. كمان في حاجة مهمة جدا، اللبن ده زي أي لبن بيطلع له قشطة. يعني تاني يوم لو انتي حطتيه في التلاجة مثلا لمدة يوم، تاني يوم هتيجي تشوفي تلاقي طلع على وشه كمية قشطة فظيعة. القشطة دي كمان تقدري ان انتي تاخديها وتسيحيها على النار وتعملي منها زيت جوز الهند الطبيعي بقى الاصلي اللي مش مغشوش. يعني كتير قوي مننا مثلا ممكن يروح يجيب زيت جوز هند يتغش فيه، لا ده كمان ممكن تعملي منه كمية كبيرة وتاخدي القشطة اللي بتطلع على وشه وتعملي منها زيت جوز هند طبيعي فظيع جدا. عامة هو دي طريقة لبن جوز الهند، وانا عملتها بقى النهاردة معاكم عشان تقدروا تعملوا بيها كيكة صيامي، بسبوسة صيامي، يتشرب كده شاي بلبن، اعملوا بيه اللي انتوا عايزينه. هو فوائده ملهاش حصر، وبجد طعمه حلو جدا جدا، وبيدي ريحة كده وطعم لأي حاجة صيامي بيتعمل بيها فظيع بجد. كمان انا عاملاه النهارده عشان هعمل معاكم وصفة البسبوسة الصيامي، وبستخدم فيها حليب جوز الهند، فعشان الوصفة دي تبقى موجودة. لو بقى عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. بحبكم قوي، استنوني في فيديو جديد. وكمان مستنية كل تعليقاتكم الحلوة اللي بتفرحني، وكمان اكتبوا لي اعمل لكم ايه الفيديوهات الجاية.